تصدق اللي احنا في تاني يوم رمضان؟ حاسس ان في حد قال الجمله دي امبارح. هو احنا دخلنا رمضان امتى؟ ده لسه من يومين كنا لسه مستنيين رؤيه الهلال، والنهارده اليوم التاني ومش عارف ليه. طب استنى لحظه، لو يومين عدوا بالسرعه دي هتحس بايه يوم 29؟ هتقول ده الشهر طار. بس السؤال الحقيقي مش رمضان بيجري ليه، السؤال الاهم ازاي نخليه ما يهربش من غير ما نحس. قبل ما الفيديو يبدا صديقي يطلب منك بس طلب واحد، هو مش لايك وشير وكومنت والكلام ده. عايزك بس تدعي دعوه حلوه لاخويا الصغير ربنا يرحمه احمد محمد لطفي، ابن معلمنا الفاضل مستر محمد لطفي. يلا نبدأ. زمان في الفيزياء العالم إسحاق نيوتن كان بيقول إن الوقت ثابت، الثانية هي الثانية مفيش نقاش. لكن بعد بقرون ظهر العالم ألبرت أينشتاين وقال حاجة قلبت المفاهيم. قال لك إن الوقت مش ثابت، لا ده الوقت نسبي. أثبت إن الوقت ممكن يبطأ ويسرع حسب السرعة والجاذبية. لو سافرت بسرعة قريبة من سرعة الضوء وقتك هيكون مختلف عن وقت واحد واقف على كوكب الأرض. ازاي؟ يعني وقتك هيعدي ابطأ منه، وده اسمه تايم ديليشن. يعني باختصار وقتك ممكن يتغير حسب المكان والسرعه، مش ثابت دايما. وكمان كل ما زادت الجاذبيه الزمن يبطأ شويه، ولكن هنا المفاجاه، الفرق ده صغير جدا لدرجه انك مستحيل تحس بيه في حياتك اليوميه. يعني رمضان مش بيجري عشان الكون قرر اللي هو يزود السرعه. طيب المشكله فين؟ المشكله في دماغك. علم النفس العصبي بيقول اللي احنا عندنا حاجه اسمها internal clock model، يعني باختصار دماغك عنده ساعه جوه بتعد الوقت. دماغك بيولد نبضات عصبيه صغيره جدا بيعدها، كل ما النبضات تزيد تحس ان الوقت اطول. على سبيل المثال لو انت قاعد مستني المغرب وجعان جدا هتحس ان الدقيقه بقت ساعه، لكن بعد الفطار والصلاه تمسك الموبايل وبعدها بشويه تفوق تلاقي نفسك الساعه 1 صباحا. في تجربه شهيره للعالم ديفيد ايجلمان. التجربه عباره عن ناس هتقع سقوط حر على شبكه امنه، وهيسالهم سؤال واحد: السقوط خد قد ايه؟ كلهم قالوا ان الوقت كان طويل جدا، ولكن القياسات اثبتت ان السقوط استغرق 2.6 ثانيه. ليه حسوه اطول؟ لان المخ وقت الخطر بيرفع جوده التسجيل فبيسجل تفاصيل اكتر، فلما تفتكر اللحظه تحس انها كانت اطول. في تفسير نفسي اسمه proportional theory، يعني ببساطه لما تكون صغير السنه بتكون جزء كبير جدا من حياتك، وكل لما تكبر السنه تكون جزء اصغر. فهنا العلاقه عكسيه، فدماغك يحس انه الوقت عدى بسرعه. مثلا لو انت عندك 10 سنين فالسنه بتساوي 10% من حياتك، لو انت عندك 20 سنه السنه بتساوي 5%. يعني كل لما تكبر الوقت بيصغر. عشان كده لما كنت طفل رمضان كان بيبان ظهر، دلوقتي فصل قصير. دماغك مش كاميرا، دماغك محرر فيديو، في حاجه اسمها تلسكوبينج افكت. يعني باختصار دماغك بيكبر الاحداث المهمه ولكن الروتين بيصغره، عشان الايام اللي شبه بعض تتحط في ملف واحد. الايام اللي شبه بعض مدرسه، تليفون، دروس، نوم، ده كله بيتحط في ملف واحد، ولكن اليوم المختلف بياخد مساحة كبيرة في الذاكرة. عشان كده رمضان زمان كان مليان أول مرة تصوم، أول مرة تصلي التراويح لوحدك، أول مرة تسهر للفجر. دلوقتي أغلب الأيام شبه بعض، فالدماغ بيضغطهم فتحس إن الشهر بيعدي بسرعة. كل مرة تعمل سكرول دماغك بتفرز مادة اسمها الدوبامين، والمادة ديت اللي بتخليك تشعر بالمكافأة واللذة. لكن المحتوى القصير والسريع بيخلي دماغك ينتقل من مثير لمثير، مفيش تركيز، مفيش عمق، مفيش ذكريات قوية. فالوقت بينضغط، ساعتين بيعدوا وانت اصلا مش فاكر انت اتفرجت على ايه. ده اللي بعض الباحثين بيسموه تايم كومبريشن، يعني ضغط الوقت بسبب عدم وجود ذكريات مميزه. في رمضان جسمك بيكون في حاله مختلفه، طاقه مختلفه، والانتباه بيتغير. لو انت طول اليوم مستني الفطار فهتحس ان الوقت بطيء جدا. معنى الكلام ده الصيام مش مشكله، المشكله في تركيزك. كل ما تعمل حاجه جديده لاول مره دماغك بيسجل تفاصيل اكتر فتحس ان الوقت بقى اطول. اول مره تصلي في مسجد مختلف، تجرب رياضة لأول مرة، تعمل أكلة جديدة. بعد ده كله يا صديقي عايز أقول لك إحنا لسه في تاني يوم رمضان، يعني لسه قدامنا حوالي 28 يوم، 28 فرصة، 28 أول مرة. الوقت مش بيجري والكون مش بيزود السرعة، إحنا بس بقينا نعيش على الوضع التلقائي. الطفل اللي جواك اللي كان شايف رمضان ده لسه جواك بس محتاج دهشة. يعني إيه؟ يعني اعمل تحدي بينك وما بين نفسك إن كل يوم تعمل حاجة لأول مرة، عشان لما تيجي ليلة العيد ما تقولش هو رمضان راح فين، لأ تقول الشهر ده كان مليان ورمضان كريم. وما تنساش تطبق.